خبر عاجل، اي حد هيستخدم الفينسترايد في 2026 فده هيدمر لك حياتك، وده بناء على احدث دراسه من جامعه HND، جامعه الهجص والنصب الدوليه. انت جاي تهزر؟ طب انت ما سمعتش عن قصص الرعب اللي موجوده عن الفينسترايد، زي ان هو بيسبب اكتئاب او ضعف جنسي او قله رغبه جنسيه او تبلد مشاعر؟ لا اكيد سمعت عنها، وغالبا اللي بيقول لك الاعراض الجانبيه دي هتلاقي فيه كود لشراء المنتج بتاعه. في الحقيقه انا مش بنكر ان الفينسترايد ممكن يكون ليه اعراض جانبيه، بس هي في ارض الواقع نسبتها قليله جدا وبتروح مع الاستمرار على استخدام الدواء. وحتى لو انت كنت من الناس اللي مش محظوظين، اللي الدراسات بتبين ان هم نسبه قليله من 1 ل 3%، فانت تقدر ان انت ترجع لوضعك الطبيعي اول لما توقف الدواء. طب ازاي؟ طب مش هو دواء بيقلل هرمون الدي اتش تي، وهرمون الدي اتش تي هو الهرمون الذكوري الاقوى من التستوستيرون. في الحقيقه الكلام ده اكذوبه كبيره جدا جدا جدا، بيتم ترويجها من سكامرز موجودين على الانترنت لا يفقهوا اي شيء في البيولوجي او حتى ما بيعرفوش يقروا دراسه. الدي اتش تي ليه دور مهم جدا في حياة الرجل، ولكن وهو لسه طفل. اول لما بتبقى انسان بالغ فهرمون الدي اتش تي لا يوجد له اي دور فسيولوجي، وهو في ارض الواقع بيكون نسبته قليله جدا في الدوره الدمويه، لان هو اصلا يعتبر هرمون باراكراين، يعني هو ما بيشتغلش غير في الانسجه اللي بيتكون فيها، اللي هي الانسجه اللي مليانه انزيم 5 الفا ريدكتيز، اللي هم باختصار بصيله الشعر والبروستات. انما في باقي انحاء الجسم فهو بيتم تكسيره بصوره سريعه جدا. هو ممكن يكون مور بوتنت من التستوستيرون، هو مور بوتنت يعني ان هو بيشبك في مستقبل الاندروجين بصوره اقوى، ولكن هو اصلا نسبته في الدم زي ما انا قلت فهي نسبه قليله جدا، وبيتم تكسيره اصلا بصوره سريعه. يعني هو ما بيخشش مثلا في بناء العضلات او في الخصائص الذكوريه. يعني في ناس كتيره تقول لك الهرمون الدي اتش تي هو المسؤول عن الذكوره بتاعتك، لا يا حبيبي، التستوستيرون هو المسؤول عن الصفات الذكوريه. انما للانسان الناضج هرمون الدي اتش تي ملوش اي دور في جسم الذكر. وغير كده اصلا دواء زي الفينسترايد او دوتاسترايد مش بينسفه، مش بيخلي مستوياته صفر، لا هو بيقلل النسبه بتاعته، فبالتالي بيتيح لنا ان احنا نقلل عمليه تصغير البصيله، ونقدر ان احنا نحافظ على شعرنا من الصلع الوراثي. طب وهو ليه السكامرز او في ناس على الانترنت بتخوف قوي من استخدام الفينسترايد، وبالنسبه لهم اي حد يستخدمه مغفل؟ فكر فيها كده بالعقل، لو الفينسترايد بيشتغل واي حد مثلا عنده صلع وراثي بدا يستخدمه يحافظ على شعره، فانت كده مش هتقدر تبيع له المنتجات اللي بالوفات، ولا هتبيع له الجلسات، ولا تقدر تبيع له الحلول اللي انت تستفيد منها ماديا. عشان كده بيبروزوا الاعراض الجانبيه وبينسوا الدراسات اللي اتعملت عليه لمده 30 سنه بتبين مدى امانه وفعاليته. فالتخويف مربح، بس الادله العلميه ممله، فخليك دايما زي